النهاردة. القصة بتاعتنا النهاردة عن عارضة أزياء جميلة جدا وكل الناس بتحبها، وخصوصا الراجل ده طبعا بيتابع صورها وبيتابع أخبارها، وكان عايز يتجوزها وهي طبعا وافقت تتجوزه. بس زميلتها طبعا ما كانش عاجبها الموضوع ده. هما كانوا بعد ما اتجوزوا كانوا عايشين عيشة سعيدة جدا، بيلعبوا في كل حتة وبيقضوا أوقات على البحر وبيعملوا كل اللي هم عايزينه. حياتهم كانت مليانة رقص ومليانة حياة فيها سعادة، وكانوا مستمتعين ببعض. بس هما الاتنين بس بدون أطفال، وقاعدين يخرجوا وقاعدين يسكنوا في بيت جميل وكل شوية يطوروا نفسهم. لكن طبعا أبو وأم الولد بيقولوا لها انت لازم تخلفي. قالت لهم اخلف ازاي ونسيب حياة المتعة وحياة الفرح دي لمين؟ الزوج طبعا كان مبسوط ان مراته معاه بتخرج وبتتفسح، وبعدين جالها خبر ان هي حامل وهتولد. هي كانت عايزة تتنازل عن الطفل ده، بس الجدة طبعا قالت لها لا، انا مستنية حفيد ضروري. وهي بتشتغل جالها طبعا ترجيع وجالها حاجات كتير عشان هي حامل، وما كانتش قايلة لحد طبعا. زميلتها طبعا بقت غيرانة منها وفرحت فيها ان هي هتخلف وهتسيب الشغلانة. طبعا الزوج والزوجة هما الوحيدين اللي كانوا قاعدين يفكروا هنعمل ايه دلوقتي. وطبعا زميلتها ما استغلت الفرصة وخدت مكانها في الشغل، وإلا الراجل قال لها انت خلاص ملكيش مكان عندنا، وزميلتك هي اللي هتاخد مكانك. هما كانوا فرحانين ببيتهم الجديد والطفل اللي خلفوه، وحياتهم كانت سعيدة. بس الست بقت مسؤوليتها هي البيت والطفل، ومبقتش قادرة تشتغل طبعا. هي بقت تاخد بالها من البيت ومن ابنها، وجوزها هو بينزل الشغل كل يوم. هي طبعا مش مبسوطة في حياتها اللي في البيت دي، لأن هي نفسها تخرج زي ما كانت متعودة. أما جوزها بقى كان بيقول لها ما ينفعش تتخانقي مع الطفل بالشكل ده، أنا مش هكمل معاكي، يلا أنا هسيبك انتي وابنك، أنا هروح أعيش حياتي. طبعا هي قعدت بقى عمالة تاخد بالها من ابنها، وفجأة راحت المستشفى من كتر التعب، وابنها هو اللي بقى شايل المسؤولية. هو قال لها ما تزعليش يا ماما، أنا هفضل معاكي طول الوقت. قعد ياخد باله منها ويقدم لها الأكل ولا كأنه راجل كبير. هو كان طفل صغير بس اتحمل المسؤولية بدري بدري. وهي قاعدة في المستشفى لغاية أما فاقت لقت ابنها نايم جنبها، ويقول لها أنا بحبك أوي يا ماما. هي قررت، قالت أنا ابني يمضي بالدنيا، أنا كنت فين وكنت ناسية الموضوع ده، أنا من هنا ورايح أنا هاخد بالي من ابني. في الوقت ده جوزها لما اتجوز واحدة تانية هي سابته وسابت له البيت ومشيت. أما دي بقى فهي رجعت برضو عايزة تخرج مع أصحابها، وعايزة تروح حفلة الولد التاني. ايه ده الولد الصغير كبر وبقى مغني هو كمان، وبقى عنده شهرة وفلوس كتير، وبقت بتحبه بنت التانية بنت راجل غني. بس كل البنات كانوا بيحبوه. مامته كبرته ان هو يطلع مطرب وان هو يطلع مشهور زي اصحابه، زي هي ما كانت نفسها تبقى مشهورة. الولد بيسلم على كل الناس، واضح ان هو وقع في حب البنت دي. بدلوا ارقام مع بعض، وقال لها ابقى اشوفك بعدين. هما قاعدين يراسلوا بعض هما الاتنين، وهما الاتنين اغنياء، بس هي عارفة ان باباها ممكن يوافق ما يوافقش على ان هما يتجوزوا، بس هي بتحبه. طب هتعمل ايه؟ رايحين مسابقة غنى، واضح ان هو ممكن شهرته كمان تزيد. مامته سامعاه عمال يغني هو والبنت، وكانت مبسوطة بيه. هي فرحانة ان هو حقق الشهرة اللي هي ما كانتش حققتها وهي صغيرة، وقعدت تفتكر ان هي كانت نفسها تغني وهي زمان، بس ما كانش معاهم ساعتها فلوس. كل الناس مبسوط بالولد والبنت، وامه بتمدلها بتقولها انتي كنتي مشهورة زمان، ممكن اخد امدتك، وفعلا اخدت امدتها. الاب بقى جه قال لها ها احكيلي عن يومك، ايه اللي حصل فيه النهارده؟ حكيت له ان هي كانت بتغني وان هي كانت في حفلات. وقعد الاب يبص لقى الام موجودة في التلفزيون. قال لها انتي ما ينفعش تتجوزي الولد ده. قالت له بس امه ادتني التذكار الجميل ده. قال لها لا، الناس دي بعيدة عننا. عارفين ايه اللي حصل؟ الراجل ده كان هو جوز الام دي، والولد ده يبقى ابنه، والبنت هي بنته اللي كبرها بعد ما مراته التانية سابته.
راح قال لها اللي حصل وحكى لها على الحقيقة، ولكن تعب وراح المستشفى وبلغوه إن هو كان لازم يتعالج كويس من اللي حصل. البنت قعدت مستخبية من وراه عشان تحقق حلمها بإن هي تطلع مغنية، لكن الأم عرفت اللي حصل وقالت لها كل اللي حصل وإزاي باباها تعب في تربيتها، وإن هي لازم برضه تاخد بالها منه بعد ما كبر. طبعا البنت رجعت لباباها وحست بالندم على اللي هي عملته، وباباها قال لها أنا مش قادر أعمل حاجة، وراح وقع تاني، راح المستشفى. واضح إن حالته بقت خطيرة جدا. راح لقى الأم اللي كان سابها زمان بس هي كويسة معاه، رجعت له ورجعت البنت، قعدوا يعيطوا وعاشوا كلهم مع بعض عيشة سعيدة، وقدروا رجعوا يحتفلوا تاني. ما تنسوش تدوسوا إعجاب بالفيديو بتاعنا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا.